سادتي سيداتي، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في مؤتمر الدول إفريقيا والكاريبي والباسيفيك. دورة تدريبية لدراسات التأثير البيئي للمشاريع الزراعية. دورات تأهيلية حول تحسين العملية التعليمية في هيكوتا وشامبيكو. حكومة غامبيا تعلن إحباط محاولة انقلاب. بوتين يكشف عن استراتيجية الجيش الروسي الجديدة. والرئيس الأوكراني زيلينسكي يختتم زيارة تاريخية لواشنطن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شاركت إريتريا في المؤتمر العاشر لمنظمة الدول إفريقيا والكاريبي والباسيفيك الذي انعقد في العاصمة الأنغولية لواندا من 6 وحتى 9 من ديسمبر. ضم وفد إريتريا المشارك في المؤتمر سفير إريتريا في جنوب إفريقيا ومنطقة الجنوب الأفريقية السيد صالح عمر، وقنصل إريتريا في أنغولا السيد دسالي تخلأب، برئاسة سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد نجاسي كاسا. وبحث المؤتمر الذي تطرق إلى قضايا الشباب والمهجر والملكية واشتمل على اجتماع المجلس الوزاري بحث تحديات التغير المناخي والتعدد الاقتصادي وتحديات السلام والأمن. واستمع المؤتمر لتقرير رئيس المجلس الوزاري لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيك وتقريرا مختصرا حول الشباب والمهجر والملكية، وصادق على إعلان لواندا. ونددت المنظمة في الإعلان الختامي بالحظر الأحادي غير القانوني المتخذ ضد بعض الدول النامية، رافضة الخطوات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، مؤكدة تجديد دعمها لحكومات وشعوب الدول الأعضاء. تضم منظمة الدول إفريقيا والكاريبي والباسيفيك 79 دولة. نظم قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم القشبركة دورة تدريبية للمهنيين والمزارعين في تسنية حول استكشاف التأثير البيئي للمشاريع الزراعية، استمرت ل3 أيام. وأوضح مسؤول مراقبة الثروة الطبيعية السيد حاجوس بلاي أن التدريب اشتمل على دراسات استكشاف التأثير البيئي للمشاريع الزراعية وتعليمات وسائل استكشاف التأثير البيئي في المشاريع الزراعية. وأشار إلى أن الهدف هو تعريف الجهات الشريكة بدراسات التأثير البيئي وتعزيز مساهمتهم للحد من الدمار البيئي ورفع الإنتاج الزراعي وفهم الأضرار التي ألحقتها المشاريع الزراعية المقاومة سابقا بالبيئة وإيجاد وسائل حل مصاعبها. وقال خبير مراقبة الثروة الطبيعية السيد فسهازر أبروخ إن الاستثمار الزراعي قد يلحق الدمار بالبيئة والتنوع الأحيائي، لذلك يتوجب بإقامة المشاريع الزراعية بدراسة تأثيرها البيئي والنظر لإنتاجيتها. ودعا المشاركون في الدورة التدريبية لدراسة نوعية التربة في البساتين ووضع حد للمزارعين الذين يتوسعون في الأراضي الزراعية خارج الإطار القانوني وتوسيع استخدام السماد الطبيعي. وقدمت في التدريب توصية لترشيد أصحاب البساتين استهلاك المياه والبيئة وبذل الجهد للتنمية البيئية وعدم استخدام الكيميائيات الضارة بالتربة. ودعا المدير التنفيذي في إدارة مديرية تسنية السيد فازجي أوبازجي في ختام الدورة التدريبية للسيطرة على التوسع العشوائي في الأراضي الزراعية، وكذلك وضع حد للأنشطة المضرة بالثروة الطبيعية وتقديم مرتكبيها أمام القانون على أن يكون الاستثمار الزراعي بالطريقة القانونية. نظمت في مديريتي هيكوتا وشامبيقو بإقليم القشبركة دورات تأهيلية للمديرين والمعلمين ولجان الآباء حول تقوية الكفاءة الأكاديمية وتحسين العملية التعليمية. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية هيكوتا الأستاذ عبد القادر عبد الله أن الدورة التي انتظمت في مديرية هيكوتا في الفترة من 14 وحتى 16 تركزت على أهمية أسلوب التدريس الذي يتيح المساهمة الطلابية، وكذلك إعداد الخطة وإعداد تقديم أنشطة طلابية ونتائج التعليم الزمالة.
وقال أحد المدربين الأستاذ صالح محمد إن الهدف الرئيسي من الدورة هو مساعدة وإبراز دور المدربين المديرين والمعلمين ولجان الآباء ورفع مساهماتهم في تقوية الكفاءات الأكاديمية. فيما تركزت الدورة المماثلة المنتظمة في مديرية شامبيقو في الفترة من 17 حتى 19 من ديسمبر على أفضل أساليب ومهارات التدريس وتفتيش الكفاءة الطلابية حسب ما أفاد به مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ محاري تشمم، داعيا كافة الدارسين لتطبيق ذلك على الواقع. وأشار مسؤول علم التدريس في فرع التعليم بالإقليم الأستاذ حي الأب أرأي أن الدورة تساعد المدرسين للعمل متقيدة بالتخطيط الموضوع وكذلك تقوية المهارات المتبعة في عملية التعلم واتخاذ خطوات جماعية فاعلة للتقليل من المشاكل، داعيا منح اهتمام أكبر لخدمات التعليم في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية لكونهما تمهدان الأساس للمراحل القادمة. أفادت إدارة مديرية عد خالة بتنظيم نفير حصاد مزارع أسر الشهداء والمرابطين للزود عن الوطن. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية السيد تسفاي أبرهة أن النفير شارك فيه عمال المؤسسات الحكومية والطلاب والسكان من بداية شهر أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر. وذكر أن نفير مساعدة المحتاجين يأتي موصلة لأنشطة العون التي تجري سنويا. وأوضح المشاركون في النفير أن أعمال مساعدة المحتاجين عامة وأسر الشهداء خاصة يبعث على الارتياح، سيستثمرون في العون حتى جمع المحصول وتخزينه. لقيت امرأة تبلغ من العمر 76 عاما مصرعها في حادث انقلاب حافلة ركاب على خط صنعاء في أسمرة صباح 21 من ديسمبر. وكانت الحافلة التابعة لشركة حارات للمواصلات العامة تقل 38 راكبا وانطلقت من مدينة صنعاء وانقلبت في منطقة مناح في مديرية عد قيح. وأفادت شرطة مديرية عد قيح إصابة 16 راكبا بجروح 4 منهم إصاباتهم خطيرة ويتلقون الرعاية الصحية في مستشفى عد قيح. وذكر محقق الحوادث السيد أسف أوجابرو بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن السرعة قد تكون سبب الحادث، داعيا السائقين للقيادة المتأنية. فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. أعلنت حكومة غامبيا أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق واعتقلت 4 جنود، وأكدت في بيان أنها تسيطر على الوضع بالكامل. وقال الناطق باسم الحكومة الغامبية إبيري ماجي سانكاريه في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن جنودا في الجيش الغامبي كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا للرئيس آداما بارو شنت القيادة العليا أي القوات المسلحة عملية عسكرية. وأضاف سانكاريه مستشار الرئيس أيضا في البيان أنه تم اعتقال 4 جنود مرتبطين بهذه المحاولة الانقلابية المفترضة، موضحا أن الشرطة العسكرية تقوم باستجوابهم بينما يجري البحث عن 3 شركاء لهم. وتحدث الشهود عن جنود يتنقلون حول مقر الرئاسة في وسط العاصمة بانغول، في حين سرت الشائعات ليلا عن محاولة انقلاب في أصغر دولة في البر الرئيسي بالقارة الإفريقية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعمل على تطوير أسلحة فرط صوتية لا مثيل لها على مستوى العالم، وتعهد بتحقيق أهداف تتعلق بتطوير قدرات بلاده النووية وتحقيق أهداف العمليات العسكرية في أوكرانيا. وقال بوتين في كلمة أمام قادة الدفاع في موسكو وحضرها الآلاف من العسكريين عبر تقنية الفيديو إنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة للقوات المسلحة، مشيرا إلى اعتراف دخول صواريخ سارمات المعروفة بالشيطان العابرة للقارات في خدمة الجيش الروسي. والاجتماع الذي ألقى فيه بوتين كلمته هو اجتماع سنوي مخصص لوزارة الدفاع الروسية لاستعراض إنجازاتها خلال العام الماضي
وعرض استراتيجيتها للعام المقبل. ووعد الرئيس الروسي بمنح قواته المسلحة كل ما تطلبه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا. اختتم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زيارة تاريخية لواشنطن التقى خلالها في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد دعمه لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا. كما ألقى زيلينسكي كلمة أمام الكونغرس شدد فيها على أن المساعدة الأمريكية لأوكرانيا ليست صدقة بل استثمار في الأمن العالمي، وأن بلاده لن تستسلم أبدا وستبقى حية وتقاتل. وخلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي قال بايدن مخاطبا ضيفه عن الوعد الأمريكي بتقديم منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي أرض الجوي لكييف، قال إن باتريوت منظومة دفاعية وليست تصعيدا، نحب ألا تستخدم بل أن توقف الهجمات فحسب. وقال بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار تشمل نقل منظومة باتريوت للدفاع الجوي. تشهد بريطانيا موجة متسعة من الاحتجاجات بعد ما بدأ عمال وموظفو الطرق السريعة وعمال تنظيف السكك الحديدية الإضراب لينضموا بذلك إلى سائقي سيارات الإسعاف والموظفين في قطاعات أخرى عديدة. ففي بريطانيا بدأ عمال وموظفو الطرق السريعة إضرابا في العمل يستمر 4 أيام في لندن وجنوب شرق البلاد، حيث يطالب المضربون بتحسين أجورهم وظروف عملهم بشكل يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة. وشارك الآلاف من العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، مما زاد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة بعد يوم من دخول أطقم التمريض في إضرابه، وذلك بعد ما فشلت محادثات اللحظة الأخيرة بين الحكومة والنقابات. وتبادلت الحكومة والنقابات اللوم بشأن الخسائر المحتملة في الأرواح نتيجة الإضراب، وحذر مسؤولون في قطاع الرعاية الصحية من إجهاد نظام يعاني بالفعل من أزمة. ختام النشرة نذكر بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في مؤتمر دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيك. دورة تدريبية لدراسات التأثير البيئي للمشاريع الزراعية. دورات تأهيلية حول تحسين العملية التعليمية في هيكوتا وشامبيكو. حكومة غامبيا تعلن إحباط محاولة انقلاب. بوتين يكشف عن استراتيجية الجيش الروسي الجديدة. والرئيس الأوكراني زيلينسكي يختتم زيارة تاريخية لواشنطن. انتهت النشرة، شكرا لحسن الإسماع والتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.